وعشان هي طموحها عدى الحدود، وعشان هي الأمومة في بداية الوجود، وكمنها هي التاريخ من جد الجدود. هي الحياة هي الورود. كان لازم نقدم لهي برنامج يخصها، وبنقول له هو إنه لازم يسمعنا، لكن على الأقل هتفضل حلقتنا لهي وهي بكل الأشكال. إذاعة القاهرة الكبرى من القاهرة. هي وهي هي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة. مساء الفل عليكم في كل مكان أصدقائي ومتابعي برنامج هي وهي. أهلا بيكم معانا، واشتقنا ليكم جدا من الأسبوع اللي فات ولغاية دلوقتي، وزي ما احنا متعودين في كل فترة إذاعية من هي وهي، وكل حلقة معانا دايما موضوعات مثيرة للجدل تخص هي وهي. احنا النهاردة معانا موضوع يمكن مثير شوية وجريء حبتين. احنا قررنا ان احنا النهاردة نغوص في عالم الحموات. حماتك عاملة ايه معاكي، او حماتك عاملة ايه معاك؟ النهاردة هنناقش معاكم قضية هي على طريقة حماتي قنبلة ذرية. ايه تأثير حماتك على حياتك الزوجية، وايه اسوأ وافضل مواقفهم معاك او معاكي؟ طبعا اصدقائي لكل اللي بيتابعونا دلوقتي الموضوع يعني مش سهل ان احنا نتكلم عن الحما، لان احنا طبعا عندنا صورة ذهنية مختلفة شوية عن الحما المصرية. واشهر حما في السينما المصرية هي ماري منيب. ماري منيب الحما المصرية الأشهر في تاريخ السينما المصرية، اللي ادتنا الصورة الذهنية ان الحما ست قوية جدا جدا، وقادرة على مراد ابنها او قادرة على جوز بنتها. طبعا يا ترى هل الصورة الذهنية دي لسه موجودة في حياتنا ولا لا؟ هل فعلا حماتنا او حما حضرتك او حماتك يا ترى فعلا هي ماري منيب ولا حاجة تانية خالص؟ ده اللي احنا عايزين نسمعه معاكم النهاردة في حلقتنا، ويلا بسرعة نبتدي معاكم الحلقة. بونجور مدام، بونجور. يمي بسم الله الرحمن الرحيم. انت تطلع ايه؟ أنا رشيق، اسمي رشيق، أستاذ المساج والتدليك. لفي مدام، لفي لفي لفي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شيء مخيف، شيء فظيع، شيء وحش. 10 قناطير شحم، 10 قناطير لحم. يا ساتر يا رب، انا هتعب، هموت، هقرق، هبذل مجهود جبار عشان احولك من شجرة لبخ الى غصن نبال. ما تفكريش ما تفكريش. صوابعي لما هتمشي في جثتك هتحس انها صوابع سحرية، مكانات لولبية. الشهر والتالي هتبص تلاقي نفسك تحولتي الى ريتا هوت. اقلعي يا مدام. اقلع؟ يوكتك نايبة. اقلع ازاي يا قليل الادب يا اللي مفيش في وشك؟ هاي مدام، صفعت على خدي الايمن. وخد هاي خدك الايسر. يا اخي ده مقص لما يقص لسانك من الصبح وانت قاعد بتلسلي وتعجلي بكلامنا له معنى ولا طعم. 10 قناطير لحم، 10 قناطير شحم. يا اخي ده 10 قناطير نلع. 5 وخماسة. مدام، باردون مدام، ما تأخذنيش، اصلي انا صريح. وحد طلب منك تكون صريح يا بارد يا كلم؟ انت مالك انت؟ اذا كنت 10 قناطير لحم ولا 10 قناطير قطن، انت هتخطبني؟ هتتجوزني؟ معاذ الله معاذ الله يا مدام، انا جاي عشان مساج. مساج؟ لو انت سايغ. المساج يا مدام مش مساج، يعني التدليك.
مدير النادي بعت لي لحضرتك. مش حضرتك سعاد هانم صبري؟ سعاد هانم؟ لا انت جاي لسعاد هانم. مين عاوز سعاد هانم؟ انا سعاد. انا الاستاذ رشيق، استاذ التدليك. يوه هو حضرتك؟ ده انا من الصبح مستنياك على نار. تعال. هو الحقيقة الحموات مش بينفسنوا على ولاد أبنائهم، ولكن كمان بينفسنوا ساعات على حماتها التانية. يعني أم الزوج وأم الزوجة دايما نلاقي فيه بينهم دايما كده يعني نقدر نقول شد لطيف، شد ظريف، زي ما سمعنا في المشهد التمثيلي اللي كان سمعناه من شوية من الفنانة الجميلة ماري منيب، أشهر حما في السينما المصرية. طبعا احنا لما طرحنا الموضوع على الفيسبوك وعلى صفحتنا هي وهي مع أميرة شعيشة، جت لنا تعليقات كتيرة جدا. كان في ناس عندها الجرأة ان هي تحكي مواقف، وكان في ناس عندها الدبلوماسية ان هي تلمح، وكان في ناس بتشكر جدا جدا في بعض الحموات الجميلات اللي دايما نتمنى ان كل امهات مصر يكونوا عليهم. احنا ليه بنطرح الموضوع ده النهارده؟ بنطرحه علشان كل الناس اللي بتسمعنا تعرف قد ايه الحما ليها تأثير قوي جدا على اي حياة زوجية. ازاي حضرتك تقدري تسعدي ابنك او تسعدي بنتك، وازاي تقدري برضو بنفس الطريقة انك تكوني يعني نقدر نقول في حياة سلبية او يعني تتدخلي بشكل سلبي في حياتهم فتضفي على حياتهم الحزن والكآبة. ممكن تكوني كده وممكن تكوني كده. طيب احنا في حلقتنا النهاردة بنناقش معاكم انواع كمان الحموات. عندنا 10 انواع من الحموات هنطرحها معاكم كده بسرعة، وان اللي تلاقي حماتها او يعني على نفس الصفات دي يعني هنقول لها ازاي تتعامل معاها. عندنا اول نوع من الحموات هي الحما المتسلطة. هي من اخطر انواع الحموات. هي تحب تكون الامر الناهي لاي قرار بين الزوجين، وطبعا بتشعر بان ليها الحق الكامل في ده. والنوع ده من المستحيل ان هو يتحمله الزوج اذا كانت حماته متسلطة، او الزوجة اذا كانت حماتها من النوع ده. والتعامل مع النوع ده من الحموات يكون بحذر عن طريق ارضاء غرورها، وممكن تسيبيها تاخد قرارات في اشياء عادية جدا، والقرارات دي اللي ما تأثرش على حياتكم الزوجية، لكن اترك لها المساحة علشان تشعر بأهميتها، وتجنبي الخلاف معاها دايما، وعليكي بالكلمة الطيبة. فالنوع ده من الحموات بيحتاج إلى ذكاء في التعامل لدرجة كبيرة. عايزين نسمع منكم كمان تعليقاتكم على الموضوع ده. يا ترى حماتك يا ترى من انهي نوع من الانواع ال10 اللي احنا لسه هنقولهم على مدار الحلقة؟ وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق تليفون الاستوديو 23 92 37 11. هقول الرقم مرة تانية 23 92 37 11، واللي بيطلب من خارج القاهرة هيضيف 02. احنا هنقرأ معاكم شوية تعليقات جات لنا من الفيسبوك لغاية ما نتلقى اول اتصال. في واحدة بعتت لنا بتقول أنا ليا مواقف كتير جدا مع حماتي، لكن في يوم عيد الأم مرة جبت لها هدية قيمة وسمعت منها إن هي محتاجاها، فقلت إن أجيبها ليها في عيد الأم. ده شيء كويس جدا منك، برافو عليك إنك تعرفي حماتك محتاجة إيه وتجيبيها. أخدت مني الهدية مع إنها محتاجاها، وبعدها بكام يوم جابتها لي مع ابنها تاني. إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ فردتها بشكل غريب جدا، وبتكمل بتقول ان الموقف ده لما واجهته كانت يعني مستغربه جدا من موقف حماتها، ولكن تعاملت معاها بهدوء شديد جدا وتقبلت الامر ولا كأن حصل اي شيء. وده برافو عليكي ان انتي خدتي رد الفعل ده. بتقول هي كمان ليها مواقف كويسه معايا لانها كانت بتحبني، بس مع اول مشكله مع ابنها زلتني بكل الحلو اللي عملته مع ان المشكله مع ابنها مش معاها. طبعا يا اصدقائي طبيعي جدا ان اي حما او
او اي يعني والدة زوج اول ما بتحصل اي مشكلة ولو عرفتها ممكن تاخد تكون في صف ابنها وممكن يعني تتحامل عليكي شوية. علشان كده دايما بنقول مشاكلك جوه بيتك، مشاكلك جوه بيتك، حاولي تحافظي عليها جوه بيتك. ده اول موقف بعتته لنا صديقة من اصدقاء الصفحة ويمكن مش عايزة تقول اسمها. في عندنا مواقف تانية. لواحد بعت لنا بيقول بعد سنة خطوبة وكاتب كتابي طلعت حماتي مش مقتنعة بيا ولا هي ولا جوزها. ربنا معاك يا رب، لو هي مش مقتنعة بيك كنتوا كتبتوا الكتاب ليه يا صديق البرنامج؟ يعني اعتقد ان حصل اكيد سوء تفاهم. طيب احنا منتظرين معاكم تليفون نقول الو. الو، اهلا بيكي، مين معانا؟ مدام رانيا. اهلا بيكي يا رانيا، اهلا بيكي. قولي لي يا رانيا، حماتك اخبارها ايه معاكي؟ حماتي؟ لا هي مش حماتي، هي ماما. هي ماما يعني انت بتقولي لها يا ماما ولا هي في مقام ماما؟ لا هي ماما بمعنى كلمة ماما. فعلا. الله، احنا بقى عايزين نسمع بقى المواقف الجميلة والحاجات اللي ممكن تخلينا عندنا امل وتغير شوية صورة ماري منيب اشهر حما مصرية في السينما المصرية. لا والله ماري منيب مرات الابن هي اللي بتعملها. يعني انت قصدك ان مرات الابن هي اللي تقدر تخلي الحما دي هي حما زي ماري منيب او تخليها حما هي ماما؟ طبعا هي العامل الاساسي في ان الحما تبقى حما. أيوة. او ماما. طب قولي لي يا رانيا، انت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا بقالي تقريبا 14 سنه، هكملهم كمان 3 ايام. ما شاء الله، ربنا كده يا رب عقبال ال 100 سنه الجايين يا رب ان شاء الله مع بعض. قولي لي يا رانيا، ايه المواقف اللي قابلتك مع حماتك وحسيتي فعلا ان هي ماما؟ بصي، هو اولا انا قعدت 6 سنين مش بخلف. دي شيء قاسي جدا. اعتقد ان اي حما في الظروف اللي زي دي بتضغط على مرات ابنها بشكل رهيب وبتضغط كمان على ابنها. ايه اللي حصل؟ بصي بقى، هو اللي حصل عكس كلامك خالص، يعني عكس الكلام اللي انت قلتيه خالص. انا كنت كل حاجه بخبيها عن ماما، يعني بداري عن ماما كل حاجه عشان ماما ما تشيلش همي. في المقابل كانت حماتي ساكنه تحت في الشقه اللي تحت مني. ايوه. وكنت كل شهر تقريبا بعيط في حضنها يعني. فعلا، يعني مع انها جنبك في نفس المكان والناس يعني دايما بيقولوا ان المشاكل دايما بتيجي ان الابن بيتزوج في نفس المكان اللي ممكن تكون فيه والدته، لكن انت حصل معاكي العكس. احنا خلينا متفقين ان برضو المشاكل دي بايد مرات الابن ان هي تحتوي حماتها. يعني دايما مرات الابن بايديها ان هي تحتويها او تكرهها فيه. تمام. يعني انا فرق السن بيني وبين حماتي كبير جدا. اكيد. كبير يعني لدرجه ان هي ممكن تكون قد تيتا، يعني مش قد ماما كمان. واكبر كمان من تيتا، بس احتويتها. طبعا عقلها مش زي عقلي، تفكيرها مش زي تفكيري، فحاولت ان انا احتويها والحمد لله. فتره اللي انا ما خلفتش فيها دي كانت هي حد احتوى الفتره دي واحتواني، وكان اكتر حد بيطبطب عليا وبيقول لي لو تعرفي تخلقي ضوفر اخلقيه بايدك. ما ضغطتش عليكي يا رانيا في موضوع الخلفه او ضغطت على ابنها وقالت له اتجوز تاني وعايزين نشوف اولادك خالص والله اطلاقا. اطلاقا. كان يمكن هي كانت العامل اللي خلى انا جوزي الحمد لله كويس معايا وطيب وكل حاجه، بس يمكن لو في ضغط من مامته او من باباه او من حد من اخواته كان ممكن يفكر في الموضوع يعني. لكن لا ما شفتش انا الضغط ده خالص، ولا من ورايا ولا من قدامي يعني. طب المواقف بقى هي بتتكلم من ورايا بيبان. طب قولي لي المواقف اللي دايما بنسمعها ويعني كتير بنقابلها بقى، يعني ان الحما دايما تخليكي مثلا في البيت معاها عشان تساعديها اكتر، علشان تتدخل في مشاكلكم وممكن يعني تنصح الابن بحاجات تضايقك. يعني الحاجات دي ما حصلتش ابدا؟ والله العظيم انا خايفه ارد تقولي ان انا او المشاهدين يقولوا عليا ان انا يعني بكذب او لا اكيد احنا مصدقينك يا رانيا، انت اللي بتحكي. لا ما حصلش والله يعني. لا ممكن المشاهدين يقولوا ايه ده، هو في حاجه كده، لا هو في حاجه كده فعلا في حاجه كده يعني. بس هي طبيعه شخصيتها كده، يعني هي طبيعه شخصيتها طيبه وبتحتوي مع الناس كلها طيبه. انا عايزه اقول لك انا عندي ست واحده. جوزي ما عندوش غير اخ واحد. أيوة.
وعنده 5 بنات اخوات. بتتعامل معاهم احسن ما بتتعامل مع بناتها. يعني بتتعامل مع الكل كده، مش معاكي انت بس؟ والله ربنا كرمني ب3 توأم معايا، عندهم دلوقتي 8 سنين. ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب. قولي لي اكتر موقف حسيتي فيها ان حماتك فعلا يعني تستاهل تقولي لها يا ماما فعلا. اكتر موقف هو في مشكله وحيده حصلت. انا بقالي 14 سنه جواز، ومشكله وحيده حصلت بيني وبين ربنا يا رب ما يجيب مشاكل يا رب. لا في مشاكل بتحصل كتير زي اي بيت اكيد طبعا، بس المشكله الوحيده اللي حضر فيها حد يعني. دايما مشاكلنا في بيتنا مش حد يعرفها. جميل. المشكله الوحيده اللي حضرت هي كانت في صفي انا، رغم ان انا كنت غلطانه. كانت في صفك انت برغم انك كنتي غلطانه؟ رغم ان انا كنت غلطانه كانت في صفي. وقالت لابنها لو هي هتمشي، هي مش هتمشي، انت اللي تمشي وهي في البيت، هي في بيتها. انت حسيتي وقتها ان دي فعلا ماما اللي بتحبني، اللي بتحافظ على بيتي؟ والله فعلا. ربنا يخليها لك يا رب. حتى مامتي انا دايما بتقولها، يعني لما بتقعد مع حد بتقول احنا 4 بنات اصلا وولد. دايما بتقول انا جوزت ال4 بنات، واكتر حد ارتحت من ناحيته هي ثانيه. من ناحيه حماتي، يعني من ناحيه اهل جوزي. جميل جدا. في نهايه مداخلتك تحبي تقولي ايه لكل حما بتسمعنا دلوقتي؟ والله برضو في كلمه عايز اقولها للحموات، ان اتقي ربنا في مرات ابنك. واعتبريها بنتك. لو اعتبرتيها بنتك الدنيا هتبقى زي الفل. وتقولي ايه لحماتك او مامتك؟ قولي لحماتي ربنا يشفيها يا رب ويخليها لي، ولمامتي ربنا يشفيها ويخليها لي. ربنا يخليهم لك يا رب. انا بشكر مداخلتك، ويا رب كده في سعاده دايما، وتفضلوا كده سعداء ان شاء الله، ويخلي لك حماتك الجميله اللي نتمنى ان شاء الله ان هي تكون هي كل حما مصريه موجوده في كل بيت دلوقتي. والله دايما بقول الكلمه دي لماما، لو كل حما زي حماتي الدنيا مش هيبقى فيها اي مشكله. الحمد لله. وليها عامل مهم جدا في استقرار اي بيت. منيب هتنقرض. شكرا ليكي، شكرا ليكي، وشكرا لمداخلتك. شكرا. عمري ابتدى من الليلة دي وياك، ولقيت سبب للحياة.